جاهز للحكم. لأحكمنك حكما قويا فلتتجهز. أريدك أن أول حكم أريدك أن تمثل معي باللغة العربية، والحكم الثاني تمثل معي باللغة العربية، والحكم الثالث تمثل معي باللغة العربية. جاهز؟ جاهز. يلا تتكلم معي باللغة العربية الفصحى، صحك زمان. تمام. ونعم. أيوة. أن أغلب الناس اللي بيقولوا هانا مش هم دارين إن أنت مثلت، قالوا والله ما يقدر يمثل. قلت والله إنه مثل، والله إن علي مثل في فيديو وبصرنا قبل أيام في الفيديو هذاك حق أرضه، صح؟ نعم. مع فيديو انتشر أول فيديو يمثل في حياته، وزد سألها الرجال بالأمارية ما قال لك حق من الأرض؟ حق أرضه. هذا أول فيديو يمثل في حياته، والآن يثبت لكم إنه بيمثل باللغة العربية الفصحى، بيتحاكى حق زمان. يلا اسمعوا. كيف حالك يا علي؟ الحمد لله، وأنت كيف أنت؟ من أين أنت يا ولد؟ أي من الجعادب يا بني. هل أنت من الجعادب؟ نعم. أنت يمني الأصل؟ أي. حسنا، أريدك أن تخبرني أين هو فرسك؟ أين حصانك وسيفك؟ لكن عدبتي يحضروا. إذا بديت حصانك حيحضروك؟ وأين هو حصانك؟ أخي سيفك عند المهندس. سيفك عند المهندس؟ أخي عند المهندس. هذا عند المهندس. هل سيفك عند المهندس؟ أيه. لماذا؟ ما الذي حصل فيه؟ أخي خرب. هل بحل؟ الدحال. هل هو صيفاني؟ شو ما باسمه عاد بيلحموه. عاد ايش؟ بيلحموه. يلحموه؟ ايه. أريدك أن تتحدث معي باللغة العربية، أرجوك لا تتحدث باليمني. كيف حالك يا أخ العرب؟ أيوة. أرجوك يا أهل. أيوة يا كيف أنت أحسن العرب؟ ومن هو حصان العرب؟ من تقصد؟ ما أعرفش مع أحسن العرب. صح. انظر يا رجل، انظر يا علي. أريد أن نذهب أنا وأنت إلى قريش. ماشي. إلى قريش. نعم، فهل أنت جاهز؟ جاهز؟ إن شاء الله جاهز. وهل سنذهب فوق خيل أم فوق ناقة أم فوق شاص؟ أخي بيجو. فوق بيجو. أيوة. وهل نذهب إلى مكة؟ هل نذهب إلى مكة أم إلى المدينة المنورة؟ إن شاء الله مكة إن شاء الله. وإذا وجدنا الجيش ها؟ إلى الطائف. إلى الطائف. إلى الطائف. نعم. وإن وجدنا هناك جيشا كبيرا جرارا هل نهرب أم نقاتلهم؟ قاتلوا فيه. وما الذي ستفعله أنت؟ نقرح سيقان أنا نهرب لنا عدي يهدونه. ويحك يا رجل، ألا تعرف بأنك أنت قائد الجيش وتقول لي نقرح سيقاننا؟ يعني نهرب نهرب من ضمن راسنا العضي. أنت قائد الجيش وكيف تقول لي أنك تريد أن تهرب؟ نهرب بلادنا. الجيش يدبر نفسه. لا.
جايز يهرب. وإن أمسكوا بك يا علي، وإن أمسكوا بك أسيرا ما الذي ستفعله؟ أسير خلاص، أسير صار أسير. أنت سيرين، مسكوك أسير حبسوك، ما الذي ستفعله؟ يعني أسير ملح. أريدك أن تتحدث بجدية. إن أمسكوك الأعداء وقالوا بأنهم سوف يضعونك في قدر كبير من الزيت المغلي، ما الذي ستقوله لهم حتى يتركوك؟ أقول لهم أخي ما يسمعوني شيء. ما أقول لهم. لماذا؟ أسير. ما أقول لهم. يا أخي اللي يسمعوني والله أسمعكم كلهم. إذا لنفترض أنهم أمسكوا بك وقالوا لك سوف نزوجك ببنت الأمير القسطنطيني، هل ستوافق؟ لا والله. أنا سأوافق. أنا أوافق يا أخي. أنا سأوافق. لقد أخذها عليك عاصم، أخذ عليك البنت الجميلة بنت السلطان، وأنت جالس تتخيبل هنا. لا برتاك أنت بنت السلطان ما عايش منا برتاك. لماذا؟ هذا خلينا نحكي عن المشاكل. حسنا، إذن علي نفذ الحكم، أنا فداله نفذ الحكم. الحكم الثاني إن شاء الله أن نحكم عليك أنا والكل، لا تحكمش علي أنا، لا تحكمش علي أنا. قل لي ما هي أحلى أغنية تحبها لحمود السمة؟ يا أخي يقول لك يا جعل لي سم لو شزعلك. حتى العيش والله أنا. أيوه، جعل لي سم لو شازعلك. أنت روحي وكيف أسخى. أيوه. والله إني أحب حق على عيش، والله إني أهانه. سلام. والله قد حضرت عرس في حمود السماء؟ لا ما قد حضرت إلا ما أنا بزمه. أنا ما أقدر أغني أنا في هذا. ها؟ أنا ما أعرف حمود السماء. ولو حضرت في عرس وبصرت ما عاد تقول له؟ ما نقول له ما هذا حاكيش. عاد خزن جنبه وعاد تسلم عليه وتصور أنت وياه. والله ما غزني لا في بقعدي هنيها. صح، تعجبني. أيوة تعجبني، ما يعجبكش تدل مع أحد أومه. نعم. أيوة رجال أمانة، والله إنك رجال منك راس رب محمد. ولو لقيتني أنا ما عاد تقول. سا طبيعي، عجز عندك غزل مالك. فوق راسي أنا في دار راسك. لقيت. وذا الحين قل لي أين أنت عايش؟ في صنعاء ولا في البلاد؟ يا أخي في بين مطار في بلادي. وين جارك؟ قل والله. ورب الكعبة. وذا عاصم قال أنت في صنعاء. احنا غير جورب بس احنا فقريه. انا فقريه بتصلي اطلع مع البث وانا في بيت نازل. والله نازل في حميري. والله العظيم. وكل يوم بتجي لا صنعاء ولا راس الأسبوع؟ كل يوم ولا راس الأسبوع؟ لا راس الأسبوع احنا من جانا عاوزين نفعل فيه. لا شيء على يا عاصم قل لي قد لك لا شيء على لا شيء حاجة. لا شيء بقاش. قلدك الله يا علي. قد صارت لك بس والله ما غير. علي قد قلدك الله في روحك دي يا صديقي. أنا قلدك الله. يا حرام. والله قاعد صارت له واحدة. يا علي احنا بنجابر. انا